صباح الفل مرة تانية لكل مشاهدي النهار 1 والنهار اليوم. بنكمل مع بعض نهار جديد. الهدف الأساسي زي ما احنا متفقين ان احنا نكون مصحصحين ومفوقين. يعني سمعنا مزيكا لطيفة جدا كانت في الفقرة اللي فاتت. احنا منورنا دلوقتي الأستاذ عمرو حسن، أستاذ عمرو حسني. عمرو حسني أستاذ عمرو حسني. صباح الفل عليك. صباح النور. منورنا في نهار جديد. أستاذ عمرو حسني هو كاتب في بيكتب افلام ديزني بالعربي. افلام ديزني لما بتجينا هنا بيبتدي ان هو يعمل عمليه كده زي ما بنقول ادابتيشن للسكريبت علشان يكون متناسب مع الجمهور المصري والجمهور العربي. فهنستغل الاستاذ عمرو كتير بقى شويه اللي جايين. وطبعا يعني اول سؤال هساله لك، احنا فين؟ يعني دلوقتي بقى لنا فتره ما فيش افلام لديزني موجوده في مصر. ده حقيقي ولا انا حاسس عشان هي قلت فانا مش حاسس ان هي موجوده اصلا؟ هي قلت فتره من الفترات، بس هي رجعت تاني خلال سنه ونص اللي فاتوا تقريبا. ابتدت ترجع تاني بمعدلات اعلى، ولكن هو اللي قللها في البدايه هو قرار اللي ديزني اتخذته ان يبقى بالفصحى، ان الدوبلاج يتعمل ده كان من سنه كام تقريبا؟ كان 2006 مثلا. يعني الموضوع خد سنوات طويله، يعني 2007 احنا نفدنا يعني كاطفال، يعني الحمد لله اتفرجنا. طبعا. لا، وكانت عمل تراث كبير قوي بالعاميه المصريه هايل وممتاز، لغايه ما القرار ده اتاخد لظروف كتيره، منها ظروف تسويق، هم في رايهم ظروف تسويق يعني. بس طبعا انا ليا ملحوظات كتيره على هذا الموضوع. هم شايفين ان باللغه المصريه هو مش هيقدر يسوقه في الوطن العربي بشكل اكبر. هو شايف ان اللغه البيضاء يعني او اللغه العاميه، اللغه الفصحى هو يقدر ان هو يبقى بيبيعها في الوطن العربي في القنوات الفضائيه كلها وكده. بس طبعا هو في يعني الموضوع مش موضوع ان انت بتبيع برودكت للقنوات لاصحاب القنوات، لا، انت بتقدم عمل للجمهور، ده الجمهور العربي بالظبط. ده الموضوع ده الاهم. فبالتالي انت القرار اللي انت بتاخده ده ممكن يكون بيحرم ناس كتيره من المشاهدين الاطفال والكبار ان هو يتفاعل مع الافلام دي اللي هي معموله بحرفيه عاليه جدا. يتفاعل معاها بشكل ان هي كما لو انها صنعت ليه. لان الفصحى مش عمرها ما هتحقق المعادله دي، ان هذا الفيلم صنع عشان يتقدم للجمهور اللي في الوطن العربي على امتداده، لان الفصحى مش هي لغه الحياه اليوميه بالنسبه له، والكلام ده قلناه كتير بشكل واضح. بس انا برضو يعني دلوقتي في القنوات الجديده المنتشره، يعني لما ولادي هيتفرجوا على مش عارف ايه، اعطني البندوره، هات الفطر، ويعني بيقولوا مصطلحات هي ممكن تكون بالنسبه لنا كمصريين كمان صعبه، يعني تقيله. يعني انا مش هبقى مبسوط ان ابني او بنتي معايا في البيت يقول لي بابا اعطني البندوره. مش بس لينا كمصريين، هو مين قال ان في الوطن العربي في شعوب بتتكلم بالفصحى؟ شعوب الوطن العربي الفصحى مش هي لغه الحياه اليوميه عندها خالص. هو بيتكلم بلهجته، هو بيقولوا ليش ومش عارف ايه، كل ليهم مفرداتهم الخاصه. كل دوله ليها مفرداتها الخاصه، كل دوله ليها بالظبط. هي الفكره ليها علاقه بالثقافه العربيه. لو نحب نتكلم بشكل اكثر تفصيلا يعني واكثر دقه بقى، ليها علاقه بالعقل العربي نفسه. احنا عندنا يعني مش عايز اقول اتهامات شنيعه يعني، بس في قدر ما من الغياب للعقل العربي. احنا مش قادرين نعترف اولا ان اي لغه كلاسيكيه عندما تهبط للشارع للطريق بتتغير طبعا، بتكتسب حاجات جديده اللي بنسميها لغه الشارع بالظبط، وبتلفظ حاجات جديده. ولا وكمان اللغه نفسها كائن حي. ما هو اللغه كائن حي، اللغه بتستخدم فبتتغير مع حسب الاستخدام. في حاجات بتبقى استخدامها صعب، الناس بيتجنبوها فبتسقط بعد فتره. هل هي سقطت علشان في قصد ما لإماتة اللغة الكلاسيكية؟ ما حصلش هذا الكلام. الكلام ده ما بيحصلش. الكلام ده في الوعي الجمعي بيحصل بشكل عفوي تماما. ان في زي مثلا اسم الموصول، واتكلمنا في الحكايه دي عشرات المرات. اسم الموصول في اللغه العربيه الفصحى الذي والتي واللذان والذين واللذون واللاتي واللوائي، فاحنا بنستخدمها اللي اللغه بتنحو نحو اللي خليني اقول الذي بالظبط. اللغه في الواقع في الطريق، وبتنزل للشارع وبيتعامل بيها الناس في الحياه. وخلينا نزود برضو على كلام حضرتك اللي هي هذا وهذه فده بالظبط بتحل محلها. فانا ما بقولش ان اللغه الكلاسيكيه نسيبها تموت، لا، مفيش حاجه اسمها كده. اللغات الكلاسيكيه في العالم، طب ما هو اللاتين شغال، واللاتين هو لغه دينيه، يعني هو اللغه الكنسيه وكده، وفي نفس الوقت وفي اقسام لدراسات اللغات الكلاسيكيه، وفي لكن ما فيش
اي مبرر للتعالي على لغه الحياه اليوميه، مفيش مبرر لكده، خاصه بقى ان العاميه المصريه عاميه محبوبه وعاميه واصله للناس في الوطن العربي كله من الاغاني والافلام. من اول احنا اول ناس عملنا سينما واول ناس الغناء انتشر والدراما المصريه. دلوقتي السينما المصريه بتاعتنا هي ما زالت برغم مشاكلها الكتير جدا وقله الانتاج و بس احنا ما زلنا مسيطرين في الوطن العربي. المصريين يا صديقي كلامهم لما بقابل ناس من الاشقاء العرب يعني في الناس التوانسه وكده، كلامهم غنى، بيقولوا انتوا بتغنوا وانتوا بتتكلموا. كلامنا متلحن كده لوحده. العاميه المصريه عاميه عذبه جدا وسويت خالص وجميل. طيب لو رحنا بقى لافلام ديزني، حضرتك عملت افلام من الافلام معظم الافلام المعروفه، يعني لو قلت لي كده الافلام اللي حضرتك اشتغلت فيها يعني شركه المرعبين والبحث عن نيمو وفي الفيلم اللي هو بتاع العربيات كارز طبعا سيارات، هو بالعربي كانوا مسمينه وش سلندر بتاع سيارات، اسمه سيارات. لا ده كان وش سلندر، ده كان الجايزه جايزه البستم، جايزه وش كانت حته جوه حاجه كده في الفيلم. ولا وفي كلاسيكس كتيره بتاع ديزني زي دامبو وبامبي وبيتر بان بالجزئين بتوعه يعني انا عامل حاجه و40 فيلم، وعملت تانجلد وعامل شركه المرعبين المتحدين ده لوحده بالظبط. لا وباجز لايف وتريجر بلانت وعملت معظم الافلام اللي ربنا سهل، وهي كانت هي يعني اللي حفرت حفر الطريق يعني عند الشبان. طيب لو عرفنا بقى الناس الكواليس بتاعت صناعه الفيلم ده بالمصري او بالعربي. حضرتك بيجي لك الفيلم في الاول، الفيلم الاجنبي زي ما هو المنتج بالزبط. على بعضه تتفرج عليه بمزيكته بكلامه بكل حاجه، واعتقد بيجي لك السكريبت كمان. السكريبت طبعا ده لازم يكون موجود. ده هو في حاجه اصعب كمان، احيانا ما بيجيش الفيلم كامل تتفرج عليه، احيانا بيجي الفيلم لسه ما خلصوهوش بالظبط، بيبقى في مراحل اللي هي التمهيديه، بريلم 1 2 مثلا، وبيبقى الفيلم احيانا بيبقى فيه اجزاء معموله ستوري بورد، فانت بتتفرج على ستوري بورد اكتر ما بتتفرج على موفي. وده بيبقى فيه قدر من الصعوبه كمان، ان انت بتبقى عايز تخش في اجواء الفيلم وتحس بيه قوي وانت ما عندكش حاجه كامله. انت يعني كانك بتقرا قصه كده او سيناريو يعني. طبعا. وده حتى حصل في مونسترز، في شركه كان في شركه المرعبين، ان انا كان الفيلم بيشتغلوه معانا في نفس الوقت عشان كانوا عايزينه يتعرض يعني بشكل وورلد وايد في نفس الوقت العالم كله. بالظبط. فكان انا اشتغلت عليه من اول الدرافت الاولاني خالص. فانا اللي فادني انه بعتوا لي السيناريو، حتى مش السكريبت بتاع الحوار، السيناريو. فكان السيناريو انا كنت قاعد اقرا، عايز اقرا عشان اشوف فعلا ايه اللي بيحصل، السين ده فيه ايه، ولان انا شايف حاجات في الستوري بورد وحاجات مشخبطه وحاجات مش باينه خالص. الستوري بورد دي برضه عشان نعرف الساده المشاهدين اللي الرسوم الاستاتيك، هي الرسوم اللي من خلالها بيوصف المشهد. دي بتستخدم في الافلام الكرتون طبعا الكبيره، بتستخدم عندنا في الاعلانات وفي بعض المشاهد كده، هي بس بيوصف لك كده، بتبقى مرسومه كده يعني بالسكتش كده بالظبط. فطبعا النقلات كلها مش قدامي، فطبعا دي حاجه. بس طبعا في افلام كتيره عملناها، الافلام الكلاسيكس كلها موجوده وجاهزه واشتغلنا فيها، وفعلا زي ما حضرتك قلت مرحله الاعداد بقى هي اهم مرحله. هي اهم مرحله، ان انت بتنقل مش من لغه لاخرى، انت بتنقل من ثقافه لثقافه اخرى. ايوه بالظبط، فبالتالي المهم بالظبط. فبالتالي انت لازم تراعي الاختلافات يعني الثقافيه، وتراعي كمان ان المشاهد والمتفرج الجديد محتاج ان هو النكته اللي بتتقال يضحك عليها. فبالتالي انت مش كل ده بما لا يخالف الدراما اصلا اللي معموله جوه العمل نفسه. انت مش هتخالف اي تطور درامي بيحصل، ومش هتكسر اي حاجه في اساسيات الفيلم، ولكن انت هتستعمل ثقافه اخرى، فهتستعمل نكته اخرى. بس طبعا لازم تبقى راكبه في مكانها صح قوي، وتبقى وده احيانا بتسبق كمان، دي بتبقى حاجه من عند ربنا كده، ان ربنا وفقك ان الدنيا بتمشي معاك، انك الكوميديا اللي بتعملها بتبقى سابقه. ودي حصلت فعلا في بعض الافلام. وعايز اقول على مشكله كمان بتواجهكم، اللي هي لازم يكون لان هم خلاص متكلمين بالانجليزي بالزبط. على البق ده، الاطوال التايمينج، فانت محتاج نفس الوقت نفس التايم على نفس البق
تكتب الكلام بالعربي. مش بس كده، محتاج اللبسنج، حتى لو في كلوز على شخصيه بالظبط. بيقول او فلازم يبقى عندك واو، يبقى في واو ساعتها. فطبعا هي فيها شغل، العمليه مش سهله يعني، مش فكره ان انت تاخد السكريبت وتترجمه، لا بالظبط. بس هو الاصعب فيها مش التكنيكاليتيز دي، تعتبر ادوات تقنيه انت، لا وبرده هي فيها كرييشن، انت يعني بتغير الجمل عشان تمشي بالتايم حضرتك بتحضر التسجيل بقى بتاع طبعا بحضر حاجات كتيره علشان لو في كلمه عايزه تتغير، لو في حرف عايزين نزوده، كل الكلام هو المفروض يبقى مخلصينها قبل التسجيل تماما، بس انا بحضر كمان يعني يعني مع اصدقائي وفور فن وحاجه لذيذه يعني. وكتير بنغير حاجات، احيانا بقى بيبقى فعلا ممثل فيه حاجه في النطق مش مريحاه، دي ما بنعرفها في السايت بقى في الاستوديو، فممكن طبعا تتغير في ساعتها. طب احنا هنشوف جزء من شركه المرعبين المتحدين، ونرجع بقى اكلمك على حاجه مهمه جدا. لو حضرتك كمان حضرت كواليس اختيار ابطال العمل، خلينا نشوفه ونرجع مره ثانيه في نهار جديد. منورنا استاذ عمرو حسني. استاذ عمرو حسني هو كاتب في افلام ديزني بالعربي، هو اللي بيقدر يكتب لنا الافلام، هو اللي كتب لنا الفيلم اللي احنا شايفينه دلوقتي، واخده من الفيلم الاجنبي ترجمه بطريقتنا احنا وعمل له عمليه تكيف كده معانا. خلينا نشوفه ونرجع مره ثانيه في نهار جديد. صباح الفل يا رجاله. ايه اخبار المسائل؟ انت خسيت ولا تخنت؟ معاك شفرة الباب مش كده؟ طبعا معايا شفرة الباب، قلت لك معايا شفرة الباب يبقى معايا شفرة الباب، مش مصدقني؟ مساء الخير يا باب. يلا الباب اهو. ما تتشقيش وما تبقيش تدخلي جوه الدواليب تاني. مارد ده مش بابها. انت بتقول ايه؟ طبعا ده بابها، ده الباب. لا بابها كان ابيض. لا وكان عليه زهور. لا اكيد انت ما شفتش كويس، بقول لك ده بابها. انت سامعه الدوشه؟ في حفله جوه. طيب ما تقطعيش الجوابات بقى. عنواني مارد وشوشني 22 شارع وشوشني، اللي كان على وشك يروح في الباي باي. الف مبروك، طريق زراعي. باي باي. يلا شايفه العصايه؟ حلوه العصايه، يلا هاتيها روحي. مارد ده مش الباب بتاع بو. بو؟ مين بو؟ ده الاسم اللي انا سميته لها. ايه عندك مشكله؟ شلبي انت اكيد اتجننت ولا ايه؟ هي بتاعتنا يعني ايه سميتها؟ اتفضل رجع البتاعه دي مطرح ما جبتها والا علينا العوض. اهلا، احنا بنتمرن على مشهد جديد من مسرحيه جديده اسمها رجع البتاعه دي والا علينا العوض. يبقى استعراضيه، رجعها مطرح ما كانت والا علينا العوض. العوض وبس. احنا لسه ما خلصناش، لسه بنألفها، وعلى فكره محتاجين كومبارس. شلبي انا زهقت، يلا يا شلبي على هي راحت فين؟ انت وديتها فين؟ هي راحت فين؟ مش مصدق، هي ضاعت منك مره تانية. طب المساله كده لحظه واحده. يا سلام على الحظ، جت منها. ده كان جزء من فيلم شركة المرعبين المتحدين. وفي الفيلم ده وافلام كتيرة لديزني عندهم حاجة مميزة جدا، هي اختيار الاسامي بالعربي. يعني الاسم في النسخة الأجنبية حاجة، وفي النسخة العربي حاجة تانية خالص. حضرتك ليك دور في اختيار الاسامي كده. شلبي بقى طبعا هو الاسامي فيها حاجة لطيفة بتحصل احيانا بيبقى فيه امكانية اكبر في العربي، لما بختار الاسم بيطلع افضل من الاوريجينال. ازاي بقى؟ يعني في مثلا شخصيه بتاعت المخوفاتي اللي هو الندل، هو اسمه راندل بالانجليزي، انا سميته اندل. فبقى حتى لما بيندهوا عليه هو نفس طريقه الاسم بتاعه. بس احنا حاطين الاسم بتاعنا الجديد كمان بقى فيه بعد له علاقه بالشخصيه وبيوصف حاجه فيها. صح. الاسم الامريكاني راندل ده اسم ما لهوش علاقه بالندالة اصلا يعني. بس هو احيانا كتير بقى بتبقى هي الموضوع ان انت احيانا بتاخد ميزه بتبقى سابق بيها في ان انت هتسمي اسامي انت عايز تعملها نفس الصوت عشان يبقى اسهل في كل النداء اللي حصل في الفيلم. بس بتفتح لك سكه ان انت ممكن اختيارك يبقى له علاقه بالمعنى وبالحس الدعابه اللي موجود في طيب لو رحنا بقى لحته اختيار الممثلين، حضرتك بيكون ليك دور في المرحله دي ولا لا انا ما بيبقاش ليا دور طبعا في اختيار الممثلين، يعني المفروض ولا ترشيحات حتى؟ لا طبعا يعني شركه الانتاج هي اللي بتختار كده، لان الممثلين بيتم اختيارهم على مستويين. مستوى ان هو يبقى في حاجه اسمها فويس تيست، اختبار الصوت. اختبار الصوت ان هو يبقى لايق على الشكل الشخصي بالظبط على الصوت الاصلي اوريجينال كمان، ويبقى ماشي معاه وبيأدي انفعالاته صح. الحاجة التانية كمان ليها علاقة بفكرة يعني النجومية. لو في فيلم محتاجين هم ان يبقى في ستار،
فبيبقى ممكن جدا يتم التغاضي قوي عن، مش لازم يعني الفويس تيست يبقى راكب 100%، لان الستار ده اصلا هيعرف يلون صوته وهيعرف يشتغل، ووجوده نفسه مهم في الفيلم طبعا. فده بيتم عن طريق شركه الانتاج، وبالتالي بياخدوا موافقه كمان من ديزني طبعا وبياخدوا اختبارات الصوت كمان، بيسمعوها وبيشوفوها يعني علشان يشوف ده مناسب ولا لا. بيعملوا دراسه مرعبه، هم ناس بيشتغلوا بجد. طيب بمناسبه وجود حضرتك بقى، يعني دلوقتي حضرتك بتشتغل طبعا على فكره ان انت تاخد الفيلم وتكيفه بشكل ما علشان خاطر يبقى مناسب للمصريين وللعرب وللمشاهد العربي. واكيد بتبقى فيه، اكيد قابلتك مصطلحات كتير ممكن تكون مش متفقه مع ثقافتنا، ممكن تكون قابلتكم كمان مشهد على بعضه مش متفق مع ثقافتنا، فانت بالاتفاق معاهم بتبتدي ان انتوا تشيلوا المشهد ده او تغير من محتواه على قد ما تقدر. طيب الفترة دي في أفلام كتيرة جدا، أفلام كرتون ممكن ما تكونش ليها علاقة بديزني خالص. بس أنا هقول ملحوظة صغيرة، احنا ما بنشيلش، عمرنا ما شلنا مشاهد على فكرة، لأن هم برضو عندهم كواليتي كنترول بالنسبة لما يقدم للطفل. ده ديزني تحديدا. ديزني بس في شركات تانية ما عندهاش. في طبعا طبعا، لكن احنا في شغل ديزني بصراحة الحق يقال يعني ما بيبقاش فيه غير مثلا غير حاجة زي البوسة مثلا اللي كانت في سنو وايت، ودي اتثابت يعني دي كانت حاجة في الدراما كمان، ان دي اللي هي يعني القبلة الامير للاستيقاظ. اكيد حضرتك شفت حاجات دلوقتي عدت مرحله البوسه بكتير يعني. طبعا بس مش من ديزني. مش من ديزني حقيقه، لا يعني هم شركه ملتزمه، عندهم التزام، وعندهم مهما كان هم عندهم معايير معينه. حتى للطفل الامريكي نفسه هم عندهم معايير معينه. لا ده احنا اللي عندنا مشاكل كتيره في حاجات ما فيهاش اي خطوره. يعني انا مش عايز حضرتك تكمل بس اللي كنت بتقوله. لا اتفضل قول لي. لا يا ريت. لكن انا بيحضرني دلوقتي حاجه ان احنا، وده ليه علاقه، فاكر لما قلنا من شويه ان في نوع من انواع الغياب للعقل العربي، ما فيش حضور للعقل بجد. يعني ما يبقى مثلا في افلام في الكرتون في قنوات بتقول ان هي مش هتقدمها الا لما يبقى كلمه رقص تتشال وكلمه حب تتشال وكلمه غناء، معقول مش ممكن يعني ايه. انا مش عايز يعني، هو دي عيوب قاتله في ان في رقص وغنى وحب. طيب ماشي، انتوا بتعملوا ليه الافلام دي عايزين تعملوها دوبلاج بالفصحى ليه طالما انتوا هتشيلوا كلمه حب وكلمه غنى؟ يعني في فيلم زي انشانتد مثلا، فيلم مبني على قصه حب اصلا. طب انت تعمله ليه بقى طالما انت كلمه حب مضايقاك؟ ما تقولش حبيبي، قول بتاع ده قريبي ولا خطيبي، حاجات كده غريبه جدا، حاجات لا تصدق. وما تقولش بتاع يرقص، خليها يقفز ايه؟ هي الناس بتتنطط قدامك على الشاشه ولا الناس بيرقصوا على ميوزك ولطاف؟ لا هو احنا ساعات لما بنحط رقابه فتلاقيها فلتت مننا بزياده فنبوظ اساسا المحتوى. لا معلش اسمح لي اقول التعبير ده غياب العقل العربي. في غياب للعقل العربي. طيب. احنا ما عندناش حضور للعقل بينظم امور حياتنا. طيب احنا بقى دلوقتي اكيد حضرتك زي ما قلت لك انت عديت على حاجات شفتها على يوتيوب، مشاهد ممكن تكون مش لايقه خالص ان الطفل العربي واعتقد كمان الطفل حتى الامريكاني ما يشوفهاش. اكيد انا شخصيا ما بشوفها. فالحاجات دي ازاي ان احنا ممكن نسيطر عليها؟ ازاي احنا يبقى عندنا نستغل حضرتك كاتب، فهتقدر تكتب من خلال حتى الخبره اللي موجوده دي كلها، تكتب لنا حاجه من اول وجديد. ازاي يبقى في شركه انتاج جديده تتبنى فكره زي كده؟ ازاي ان احنا ننتج انا طبعا نفسي اتمنى ان احنا يبقى عندنا برودكشن لافلام مصري، لان احنا عندنا كوادر فنيه وعندنا فنانين احنا عندنا كل حاجه من البدايات. فان احنا ما نعملش في افلام كرتون بتاعتنا من الالف للياء دي حاجه مش كويسه خالص، خاصه ان احنا مش هنعمل زي غيرنا، ان احنا هنقدم الحاجه بشكل بروفيشنال محترم جدا وما فيهاش التزنيقات اللي هي ملهاش ضروره. يعني عمر فنانين مصريين وطاقم عمل مصري بيقدم فيلم من اول السكريبت ما اتكتب لغايه ما يتنفذ ويخرج تماما ويبقى عرض جاهز للعرض. عمرنا ما هنقول ما تقولش ترقص قول يقفز، عمرنا ما هنقول ما تقولش حب قول لها بتاع خطيبي. دي الحاجات اللي حضرتك بتواجهها دلوقتي عمرنا ما هنقول كده. فاحنا مؤهلين لان احنا نقدم فعلا للثقافه العربيه منتج افلام الاطفال رائع، ولكن في مشاكل دي الانتاج. يعني انا افتكر برضو هرجع دايما لما بطلع في برامج بقول نفس الحكايه دي. لما عملنا فيلم الفارس والاميره، فيلم عظيم جدا وهايل ورائع جدا، ولكنه لسه يعني حديث الادراج، رغم ان الفيلم كامل وجاهز عشان في معوقات في الانتاج وفي مشاكل في فكره
احجام الشركات على ان الفيلم ده هيجيب فلوسه ولا لا، وهل معلش فيلم الفارس والاميره ده فكرني بيه. ده كان فيلم مصري. ده فيلم مصري. بشير الديك هو اللي عامل القصه والسيناريو والحوار، هو اللي اخرج كمان، وانا اشتركت معاه في يعني في الاغنيات. ده فيلم يعتبر انيميشن. عملت انا ما سمعتش عنه، ده كويس يعني. فيلم عظيم جدا ومعمول غناء وحوارا وتمثيل، حاجه تحفه، وممثلين جامدين جدا يعني. والفيلم حديث من ان هو ممكن ينزل السينما ما يعملش الفلوس الكافيه. حصل مشكله، حصل احداث سبتمبر 11 سبتمبر في امريكا. فكان الفيلم المفروض ان هو بيقدم قصه لفارس عربي. فالمشكله بقت ان هو بقى في تخوف من شركات الانتاج والتوزيع ان هو مش هيوزع بعد موضوع الارهاب. انه هو لا، فارس عربي ده بقى هيبقى عند المشاهد الغربي ده انت بتقدم لي صوره لارهاب. طبعا كلام للاسف الشديد، يعني الانتاج احجم عن كده، والموضوع الفيلم ابتدى يتعرقل انتاجه لغايه ما بقى حديث الادراج. طبعا. طيب فيلم توي ستوري حضرتك اشتغلت فيه ولا هو بالعربي بقى؟ توي ستوري الجزء الثاني اللي عملت الاغاني بتاعته بس. الجزء الثاني. طب احنا ليه ما يبقاش عندنا كمان يعني انا عايز نفسي ديزني يبقى موجوده عندنا. يعني هم عندهم مثلا مدينه ديزني العالميه اللي موجوده في باريس، برغم ان هم شركه امريكيه الاصل، ومع ذلك وعندهم في امريكا برضه، وعندهم في امريكا، بس يعني ديزني لاند في باريس من الاماكن طبعا الكبيره جدا طبعا. اللي في ناس زارت الاثنين قالت لك لا، بتاعت باريس هي من اكبر يعني الاماكن، مدينه ملاهي في دبي دلوقتي اعتقد، او في مش عارف بالظبط حاجه، يعني في حاجه في بس يعني ممكن تكون صغيره. احنا ليه بقى في مصر بقى عايزين واحده؟ يا ريت طبعا، بس احنا نعمل ملاهي ديزني. احنا مشكله ان برضو علشان فكره يعني السياحه اللي اتضربت للاسف الشديد، مشاريع زي كده عشان تتعمل لازم يبقى فيها اقبال سياحي كمان، مش بس اقبال من جمهور البلد نفسه. لازم يبقى في عشان تشتغل وتجيب تبقى بروفيتابل، يعني تبقى مربحه. طبعا. احنا بنشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتنا استاذ عمرو حسني، ونتمنى ان شاء الله ان الاعمال اللي جايه تكون اقوى بكتير، ونتمنى ديزني ترجع مره ثانيه. طيب انا كنت عايز اسمح لي اقول حاجه صغيره في نص دقيقه. اكيد اتفضل. احنا عملنا التجربه بتاعت فايندينج دوري، البحث عن دوري الجديده. وعشان كان في كامبين، كان في حمله من اشقاء عرب، يعني من الشباب العرب الرائعين جدا، كانوا مع فكره ان ديزني ترجع بالمصري. وعملوا هذه الحمله الرهيبه اللي كانت حمله عالميه جامده جدا. فالشركه مشكوره كلفوني ان انا اعمل 20% من الحوار بالعاميه في فايندينج دوري. بعد كده انا سمعت وقيل ليا، وانا عندي برضو مصادر، يعني ان الفيلم الجديد اللي ديزني هتعمله تمت الضغوط عليهم تاني يتعمل بالفصحى بالكامل. فانا دي حاجه من الحاجات اللي يعني كنت مستاء منها، كان نفسي ان يكون بدايه ال 20% اللي عملناهم في فايندينج دوري يرجعونا تاني الى العاميه المصريه الجميله. لا، زي ما حضرتك قلت الهوجه اللي كانت من فتره، اللي هي بتاعت احنا عايزين ديزني بالعربي، عايزين ديزني بالعربي. ما هي دي اللي اثرت، اعتقد في اعتقادي هي اثرت على ان الشركه توافق على ان يبقى فيها 20% من الحوار في فايندينج دوري يبقى بالعاميه المصريه. ولكن للاسف الشديد انا زعلان حزين جدا ان هم تقاعسوا رجعوا تاني، يعني تقهقروا وهيعملوا الفيلم الجديد بكله بالفصحى. انا دي حاجه من الحاجات اللي زعلتني قوي، لان كان نفسي تبقى دي خطوه نحو عوده العاميه المصريه. احنا بنناشد ديزني، ويعني الشباب بتوعنا المصريين اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا، يلا بينا نكتب كده، احنا عايزين نرجع مره ثانيه ديزني بالعاميه. الشباب العرب الجمال افلام بقى ان شاء الله، المصريين والعرب يشاركوا كده في ان احنا عايزين يكون عندنا ديزني بالعاميه. رضوى المخرجه بتاعتنا بتسال حضرتك انسايد اوت ده هتشتغلوا عليه قريب او هلا لا؟ لا، ما عنديش معلومات لسه ان هو هنشتغل، بس اعتقد في يعني المفروض ان بالفصحى برضه، المفروض نعمله طبعا. يا ريت بالعاميه طبعا، يا ريت. نتمنى كلنا. الكاتب عمرو حسني، بنشكر حضرتك جدا، نورتنا في نهار جديد.